السلام عليكم، يا صباح الخير ويا مساء الخير اللي بيتفرج بالليل. اهلا بيكم في حلقة جديدة، اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو ده هتكلم فيه عن الاشياء اللي بتدور في دماغي دلوقتي، ويعني انا مش عايز اتكلم بالطريقة اللي هي تخليني ان انا اكون متسيستم بشكل معين في اطار معين، ولكن عايز اكون على راحتي عشان ما اكونش زهقان، علشان ما اكونش يعني بتكلم بطريقة تخليني منزعج وتخليني ان انا معرفش اتكلم براحتي وباسلوب اللي انا بتكلم بيه في حياتي العادية او حياتي اللي انا بعيشها الفترة دي في الواقع. تمام كده؟ يعني واحد زي ليه بكره يعني ليه واحد زي عمرو اديب انا ما بحبوش، لان بصراحة شخص سلطوي وشخص يعني بيخلي الناس يعني يتجهوا اتجاهات بشكل معين وباسلوب معين، بحيث ان هو يحدد او يهدف للهدف اللي هو بيهدف اليه من خلال الفيديوهات اللي هو بيعملها على القناة MBC، على قناة MBC. انا مش عايز اجيب ناس على التلفزيون او في الاعلام بقدر ما انا عايز اكون على اليوتيوب، بس مش عايز اذكر اشياء تانية، بس هو ده الحاجة اللي هو بيظهر فيها وبنشوفه برضو على اليوتيوب. فهو شخص من وجهة نظري بشوفه ان هو شخص سلطوي ويعتبر شخص بتاع السلطة. تمام كده؟ فدي حاجة من الحاجات اللي هي شغلاني الفترة دي، او حاجات اللي هي مخلياني ان انا منزعج شوية من هذه الشخصية. انا مش عايز ارتب الامور ومش عايز ان انا اركز واخد المواضيع بشكل مرتب، ولكن عايزه يكون ماشي باسلوب فوضوي، بحيث ان انا ما اوقفش كلام او ما اوقفش حديث، بحيث ان انتوا متزهقوش ومتضايقوش. وحاجه كمان انا مستغرب جدا ان انا مش عارف ليه الناس ما بتكملش الفيديوهات بتاعتي للاخر. يعني انا مش عارف، هل انا مثلا شخص مزعج، شخص مضايقكم، شخص مش مريح، شخص يعني باي شكل من الاشكال ما بتحبوش اللي انتوا تتفرجوا عليه للاخر؟ انا مش عارف. فانا دي حاجه برضو مضايقاني ومخلياني ان انا منزعج، علشان دي حاجه لما حاجه اتكلم فيها وحاجه اقولها في فيديوهاتي بكون شخص يعني عايز الناس تسمع اللي انا بقوله وعايز الناس تشوف اللي انا بتكلم فيه، مش مجرد ان انا بعمل حاجه كده وخلاص واندثرت وانتهت وان الناس ما تهتمش بيها والناس ما تفكرش بالاسلوب اللي انا بفكر بيه او تشوفني بشكل معين، بحيث ان الناس تبدا تشوفني او تفكر باسلوب قريب من اللي انا بفكر بيه. الا ما كنتش انا اساسا عملت فيديوهات، يعني انا بشوف ان انا سبب من الاسباب اللي انا بعمل فيديوهات ان انا عايز الناس تشاركني وعايز الناس تفكر معايا وعايز الناس تشوف رأيي بشكل اللي انا شايفه، بحيث ان الناس ما تبقاش في حاجز بيني وبينها، انا وهي ان الناس اصلا في الواقع انا بشوف انا شخص يعني مش زي الناس قوي، يعني اسلوبي وحياتي وتركيبتي وافكاري الحاجات دي كلها مختلفة شوية عن الناس. فده مخليني ان انا سبب من الاسباب اللي انا بعمل فيديوهات على اليوتيوب دي هي اللي مخلياني ان انا خلتني اعمل كده. حتى كمان الناس، اغلب الناس اللي بتعمل فيديوهات على اليوتيوب هم اشخاص فرديين، يعني عندهم شيء من الانفراد، يعني فاهمين قصدي؟ فدي حاجة مخلياني ان انا اعمل كده. فطبعا بقول كده علشان عايز الناس تتفرج عليا وعايز الناس تشوف ارائي للاخر،
وتشوف اللي انا بعمله او تشوف اللي انا بقوله. دي حاجة يعني اللي مخلياني ان انا متضايق شوية، علشان يعني المفروض انتوا يعني طالما انتوا اتفرجتوا عليا خلاص تتفرجوا عليا للاخر، ما تزهقوش ما تضايقوش ما تملوش ما الحاجات دي كلها. فاهمين قصدي؟ فدي حاجة من الحاجات اللي مضايقاني الفترة دي. انا دلوقتي يعني زي ما تقولوا كده ايه، عندي يعني مفيش افكار كتير او مفيش افكار في دماغي، ولكن ممكن استرسل معاكم بعض الاشياء او بعض الافكار اللي ممكن تكون قريبة من الاشياء اللي انا عايز اتكلم فيها. يعني مثلا فكرة الله والشيطان. فكرة الله والشيطان لو هنشوف بقرا كتاب الفترة دي اسمه المتنورين عقيدة خطفت العالم. المتنورين عقيدة خطفت العالم، للكاتب دكتور اسمه هنري ماكو. هنري ماكو، تمام. فبقرا الكتاب ده ويعني شغلني بعض الافكار فيه ومخليني ان انا اركز فيه شويه، ولكن ده الهمني ان انا اقول فكره الله والشيطان. يعني ايه؟ ان الكل اللي بيحصل كله في العالم وفي الحياه وفي الوجود وكل حاجه من الحاجات دي كلها هي بتنصب في الجزئيتين دول او في الفكرتين دول، الله الشيطان. هتشوف ان الدين والفطرة السليمة والطريق الصحيح، الطريق المستقيم، هو السنة او الفطرة السليمة اللي الشخص يجب عليه ان يتبعها، تمام. وهي دي سنة الحياة، يعني هي دي سنة الحياة اللي واحد المفروض ان هو يقوم بيها او يعملها في حياته. فاهمين قصدي؟ اما الجانب التاني فهو الشيطان. الشيطان بقى ممكن يتجسد في ناس او يتجسد في بشر على هيئة شيطان. فاهمين قصدي؟ وده بيتجسد في بعض الاشياء اللي زي الافكار والمعتقدات والافكار اللي بتظهر من آن لآخر، ودول بيشكلوا بقى ايه، منظمات وناس وبني ادمين. فاهمين قصدي؟ يعني هو في الكتاب بيقول اليهودية والماسونية والصهيونية والمتنورين، دول اشخاص هم بيحكمهم الشيطان، او الشيطان هو اللي بيزعم ان هو ده الههم. فاهمين قصدي؟ فهنشوف من الجانب الثاني الله سبحانه وتعالى اللي هو الدين، السنة، الفطرة، الحاجات دي كلها، والجنة والنار. فاهمين قصدي؟ يعني في الجانب الثاني ان الشيطان عايزهم ان هم يخشوا النار ويزود عدد الناس اللي هم يخشوا في النار، ولكن ربنا عايز الناس تخش الجنة. فالكتاب بيتكلم من الجوانب دي، في جانب من الجوانب دي. فانا استشفيت او قريت حتة ان الفكرة دي جات لي من ان الله والشيطان هم دول مربط الفرس بتوع الحياة كلها، واحنا لازم نجزأ الاشياء او نجزأ الامور في حياتنا من الجانبين دول. فاهمين قصدي؟ فاحنا بجانب ان المنظمات السريه اللي هي بيقول عليها نظريات المؤامره والكلام ده، انا قلت قبل كده في فيديو ان انا مش مؤمن بنظريات المؤامره، ولكن هي فكره المنظمات السريه اللي هي بيقولها دكتور هنري ماكو في كتابه المتنورين عقيده خطفت العالم، ان هو اليهوديه، وزي ما قلت اليهوديه والماسونيه والصهيونيه والمتنورين ان هم بيحكمهم الشيطان وهو ده الههم. فاهمين قصدي؟
فده من خلاله بقى ايه بيحصل بث في الناس من افكار، من اشياء وحاجات كده كتير كده ليها علاقة بين الناس، تبعد عن طريق الدين وتبعد عن طريق ربنا وتبعد عن طريق السنة وتبعد عن طريق الفطرة السليمة. فاهمين قصدي؟ ده يعني حاجة برضو من هي شغلاني الفترة دي. الكتاب اللي انا بقراه الفترة دي اللي هو المتنورين، عقيدة خطفت العالم للدكتور هنري ماجو. واللي استشفيت منه فكرة، يعني براجع معاكم فكرة اسمه ده فكرة الله والشيطان. حاجة تانية، يعني واحد زي مثلا بهجت صابر، يعني انا بصراحة يعني بشوف يعني الشخص ده شخص يعني غريب جدا. فاهمين قصدي؟ يعني بشوفه يقعد يعمل بث مباشر ومش عارف ايه والكلام ده، والناس بتقلق منه ومش عارف ايه. انا ما عنديش مشكله معايا، بس هي الفكره في تركيبه الشخص ده. يعني انا يعني ذاكره في الفيديو ده علشان انه بيعمل بثات بشكل غريب. يعني بيقعد 11 بيقعد 12 ساعة ولا 11 ساعة 12 ساعة ولا 11 ساعة على الانترنت، قاعد بس كده يقعد يتكلم ويقعد يدخل الناس ومش عارف ايه وبتاع. هل دي حياة؟ هل دي حياة يعني هل دي حياة؟ ومش عارف الناس ليه بتتابعه، ومش عارف الناس ليه بتخش في كلام معاه ومش عارف ايه. وانا بدأت اشك اصلا في حتة اللجان الالكترونية دي، وان ما اصلا ما فيش حاجة اسمها لجان الكترونية، وان اصلا الموضوع هو عبارة عن فكرة اتبثت في الناس علشان الناس تخون بعض وتقلق من بعض، واي حاجة مش على هواهم وتبقى مخالفة لآرائهم معنى كده ان دول لجان. بدأت اشك في الفكرة دي. تمام؟ دي برضو حاجة من ضمن الحاجات اللي هي في دماغي الفترة دي. بصراحة انا ليه بعمل فيديوهات؟ يعني انا وائل حامد ليه بيعمل فيديوهات؟ بكل بساطة بكل صراحة عشان انا شخص عايز اتعرف، شخص عايز اتشهر، شخص عايز الناس تعرفني، لان انا شايف ان انا عندي قيمة معينة بقدر اضيفها للناس. فاهمين قصدي؟ فانا شايف الجزئية دي او الحتة دي من خلال الجزئية دي، الا وهي ان انا بعمل فيديوهات علشان شايف عشان اتشهر او اتعرف او الناس تعرفني، عشان شايف وعندي دافع داخلي وباطني ودافع قوي، او شيء انا شايفه تمام، ان انا قادر اضيف قيمة للناس والناس عموما. يعني فاهمين قصدي؟ دي حاجة مهمة جدا الناس تعرفها، وحاجة مهمة جدا ان انا اعلنها قدامكم انا ليه بعمل فيديوهات. فاهمين قصدي؟ ممكن اكتفي بهذا القدر من الحديث معاكم، واتمنى ان المرة دي بقى الناس تبدأ تتفرج على الفيديو للاخر. وانا قلت كلام كتير ومش عارف هعمل عنوان الفيديو بايه، ولكن هشوف اسلوب او طريقة تخليني ان انا اكتب كل حاجة قلتها في الفيديو. شكرا لكم، وكان معكم وائل حامد. اشوفكم على خير ومع السلامة. السلام عليكم، الى اللقاء.